عيل صغير كان كل يوم يروح البنك يحط 200 جنيه في حسابه. الموظفين استغربوا وقالوا للمدير فطلب يشوفه. لما جه المدير سأله بتجيب الفلوس دي منين يا حبيبي؟ الواد قال له براهن الناس وبتحداهم وكل مرة بكسب. المدير قال له انت كذاب، قول الحقيقة. الولد قال له تحب تشوف؟ ايه رأيك تراهني على 50 جنيه اني اقدر ابوس عيني؟ المدير وافق وطلب يشوف. راح الواد خالع العدسات بيسها ورجعها تاني وكسب الرهان ومشي. تاني يوم المدير كان مستنيه وقال له انا عايز فلوسي. الولد قال طب تراهن لو كسبت هديلك 3 اضعاف، ولو خسرت مش عايز منك حاجة. فالمدير قال له لما نشوف. فالواد قال له اتحداك ان ملابسك الداخلية لونها ازرق. المدير ضحك قوي وراح قالع البنطلون وقال له لا وسعت منك المرة دي عشان لون ملابسي الداخلية اخضر. راح الواد مطلع من جيبه 150 جنيه اداهم للمدير ومشي. لكن الغريب انه كان ماشي فرحان. والمدير طلع للموظفين لقاهم بيضحكوا قوي. قال لهم بتضحكوا ليه؟ لو شايف اسم الله غالي عليك اعمل لايك واشتراك. قالوا أصل الواد الصغير كان متراهن معانا على 1000 جنيه إنه يقدر يقنع حضرتك تقلع البنطلون، وللأسف الواد طلع معاه حق.